عمرك وقفتي قدام إعلان وقلتي هو مين لسه بيصدق الإعلانات دي؟ الحقيقة إن الشركات نفسها بقت عارفة إن الإعلانات التقليدية فقدت تأثيرها، وعشان كده ظهر مفهوم اليو جي سي بقوة، وبقى ترند كمان عالمي بيدخل لناس كتير فلوس من غير ما يكون عندهم متابعين أصلا. بس قبل ما نقول ليه الشركات بتطلبه، تعالوا نفهم الأول هو إيه اليو جي سي ده. يو جي سي يعني User Generated Content، محتوى بيعمله المستخدم، مش مؤثر ومش مشهور ومش مضر، حد شبهنا كده بيستخدم المنتج قدام الكاميرا بصراحة وبساطة. طيب ليه الشركات اتجننت عليه الفترة دي؟ أول سبب الثقة. تقرير كبير جدا من نيلسون نشر إن 88% من المستهلكين بيثقوا في توصيات أشخاص عاديين أكتر من الإعلانات المباشرة، وده رقم ضخم يخلي أي شركة تفكر 1000 مرة قبل ما تعمل إعلان تقليدي. تاني سبب التأثير على قرار الشراء. شركة استاكلا عملت دراسة بتقول إن المحتوى اللي بيعمله المستخدمين أكثر تأثيرا على قرار الشراء من أي إعلان مدفوع، بمعنى فيديو بسيط من موبايلك ممكن يكون أقوى في الإقناع من إعلان متصور باستوديو كامل. تالت سبب وهو التكلفة. ليه الشركة تدفع عشرات آلاف في موديل ومصور وفريق كامل وهي تقدر تدفع مبلغ بسيط لصانع محتوى عادي يعمل فيديو بسيط ومقنع؟ رابع سبب وهو الواقعية. العملاء زهقوا من كل حاجة متظبطة زيادة عن اللزوم، يعني بيحبوا يشوفوا منتج في ايد حد طبيعي بيجربه وبيغلط وبيعيد، يعني من الاخر كده الواقعية بقت هي اللي تكسب. خامس سبب هو تنوع المحتوى. شركة عندها مثلا 50 نوع منتج، مش هتقدر تعمل اعلان لكل واحد، لكن تقدر بسهولة تجمع فيديوهات يو جي سي متنوعة من صناع محتوى مختلفين، وتختبر كمان كل فيديو وتشوف مين اللي يضرب ويبيع اكتر. وده جوابي بقى لسؤال الناس اللي بتقول بقى فيه يو جي سي كتير. بالعكس، كل ما كان السوق اكبر وبقى فيه صناع محتوى في المجال ده كتير، اكيد مفيش شركة هتبيع منتج واحد، في نفس الوقت هتبقى عايزة كذا حد يعمل لها فيديو، مش شرط بقى كل مرة نفس الشخص، لان احنا بنقول ان احنا عايزين ناس حقيقية تجرب المنتج وتقول رأيها فيه. يعني مش منطقي انه نفس الشخص كل مرة هو اللي هيعمل اعلان او هيقول رأيه في المنتجات كلها بتاعتهم، فعشان كده المجال ده يساع ناس كتير جدا جدا تدخل فيه. سادس سبب وهي المبيعات المباشرة. كتير من الشركات لاحظت ان لما العميل يشوف تجربة شخص حقيقي نسبة شرائه بتزيد فورا، وده اللي خلى اكبر براندات في العالم تعتمد على يو جي سي بشكل رسمي. طيب كل ده جميل، بس ليه ناس كتير دخلت المجال وبقت بتكسب من غير شهرة؟ لان الشركات اصلا ما بقاش يهمها عدد متابعينك، يعني هي عايزة جودة فيديو، اضاءة كويسة، لهجة لطيفة، وطريقة عرض مقنعة. يعني لو عندكم كاميرا موبايل كويس، ترايبود او اي حاجة تثبتوا عليها الموبايل، هتعرفوا تعرضوا اي منتج بشكل طبيعي. كمان هتقدروا تشتغلوا مع شركات كتيرة. لو عايزين انزل لكم فيديو ازاي تقدروا تثبتوا الموبايل لو مفيش ترايبود حاليا او لسه مش هتجيبوه دلوقتي، فتقدروا تبداوا باقل الامكانيات، قولولي في الكومنتات انزل لكم فيديو بيه. يعني اختصارا لكل ده، مجال اليو جي سي فرصة حقيقية لناس كتير يشتغلوا من البيت من غير حتى ما يطلعوا بوشهم ومن غير ما يبقوا اصلا مؤثرين. لو حابين اعمل لكم فيديو تاني اشرح فيه ازاي نبدأ وازاي نسعر الشغل بتاعنا، نحط له تسعيرة مناسبة، وازاي نعرض او نعمل بورتفوليو احترافي بحيث الشركات تشوفه وتاخد فكرة عن شغلنا، اكتبولي تحت في الكومنتات وانا جهز لكم الفيديوهات دي على طول ونكمل في السلسلة دي. وعموما الفترة الجاية ان شاء الله هقول لكم ازاي تشتغلوا من البيت بأبسط الامكانيات، بس ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية.